سيادة النائب عبد المنعم إمام. يعني بداية يا معالي الرئيس، من الواضح أن الحكومة المنوط بها حل مشاكلنا هي نفسها المشكلة. هذا القانون اللي ناقشناه في اللجنة مناقشة مستفيضة لازم نرجع ونشوف أبعاده وليه القانون ده خرج. القانون ده احنا بنتكلم عن منظمة منتدى دولي اتعمل للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وانشئ في 2009. ظلت الحكومة المصرية مترددة في الدخول فيه لحد عام 2016. في 2016 قررنا ان احنا ندخل، لكننا قعدنا من 2016 لحد 2022 ما مضيناش على الاتفاقية لأسباب كثيرة. لكن النهاردة واحنا بنتكلم على صندوق نقد وداخلين النهاردة رايحين للعالم كلنا، والحكومة المصرية رايحة مش عارفة تعمل ايه، وبقينا كل واحد ممكن يدينا جنيه في اي حتة او دولار في العالم عايزين نروح له، فبقينا مضطرين نطلع كل دفاترنا القديمة ونوافق على كل الحاجات اللي عندنا حتى لو كان في هذه الحاجات امور غير واضحة. هذا القانون وان كان مبررات التي قيلت فيه طيبة وجميلة، لكن نص القانون خلى من القواعد والضوابط اللي تطمن المصريين وتطمن الشركات في مصر وخارج مصر انه القواعد التي سيتم فيها تبادل المعلومات الضريبية هي قواعد واضحة جلية، ليست مسندة لاتفاقيات دولية الناس مش عارفة فيها ايه، خاصة ان الاتفاقيات واضحة. ومن الاخر الدول ال20 الكبار انت لو ما دخلتش هذه الاتفاقية هيبتدوا مع مؤسسات تمويل اخرى يمنعوا عنك اقراض وقروض، تقف وانت النهاردة مزنوق. يا فندم، هذه الحكومة في 2016 وعدتنا بإصلاح مالي يجعل المصريين في رخاء مع الوقت. النهاردة بعد 6 سنوات من هذا الإصلاح بقى المواطن المصري الطبقة الوسطى واقف بيشحت في الشارع ويقول لك معلش اصل انا فلوسي راحت في الإصلاح. هذه هي النتيجة. هذه الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي بوضوح، ومفيش حد في الشعب المصري النهاردة عايز مواطن يقول لي ان هذه الحكومة نجحت في هذا الأمر. هذه الحكومة عليها أن ترحل وتحاسب على ما اقترفته من إهدار في موارد الشعب المصري وحجم هذه الديون اللي النهاردة بتخلينا نوافق على حاجات احنا فيها من 2016 ورافضين. هذا أمر يجب النظر إليه بجدية، يجب مراجعة هذا بناء عليه اقترفته. أنا متحفظ على هذا القانون بهذا الشكل، ورأيي أنه يجب أن يتم فيه تعديلات واضحة حتى يطمئن له الشعب المصري. وشكرا. شكرا.